ازيكم يا جماعه. ابل اطلقت من شويه النسخه التجريبيه الثالثه من اي او اس 26، والنسخه دي هي بدايه الاستقرار. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. اول حاجه بالنسبه لحجم التحديث، حجم التحديث جه معايا بمساحه 9 جيجا فاصلة 36، يعني 9 جيجا ونص تقريبا. الحجم ده بيختلف من جهاز لجهاز وعلى حسب الاصدار اللي انت فيه. انا كنت على النسخه التجريبيه الثانيه فجاي معايا بالحجم ده. طبعا الاجهزه المدعومه للتحديث ده زي ما احنا عارفين من اول ايفون 11 لغايه ايفون 16. بالنسبه للاضافات الجديده والمميزات الجديده في التحديث ده، فالتحديث ده جيب بعض الاضافات والتغييرات البسيطه للنظام. اول حاجه هتلاقي عندك مجموعه خلفيات جديده من خلفيات نظام اي او اس 26. يعني لو اخترنا الخلفيه دي هتلاقي الخلفيه العاديه اللي نزلت مع اول اصدار تجريبي، وتقدر تغير في الخلفيات دي عن طريق السحب دي وتغير في الوانها. كمان كلمه تخصيص اللي بتتفاعل مع الالوان اللي موجوده للخلفيه زي ما انت شايف كده. تاني تغيير معانا، لو شاشه القفل زي ما انت شايف كده قفلنا هتلاقي الساعه بتعمل انيميشن جميل جدا زي ما انت شايف كده. مش عارف واخدين بالكم من الانيميشن اللي بيحصل ده للساعه ولا لا، بس شكلها رايق قوي بصراحه. كمان دلوقتي شاشه القفل اللي هو حاطط ويدجت بتظهر في الاولويز اون ديسبلاي. لو انت حاطط ويدجت هنا او حاجه ضايفها في شاشه القفل هتلاقيها ظاهره هنا في شاشه القفل في وضع الاولويز اون ديسبلاي. كمان لما تيجي تعمل شير لاي حاجه عندك هتلاقي دلوقتي بيعرض لك كل حاجه بالترتيب وبشكل افضل. كان في الاول بتلاقيه قاصص لك الحته دي وبيبقى باين بالشكل ده، والصور بتبقى اكبر في النسخه التجريبيه الثانيه. دلوقتي صغر شويه الصور وعرض لك الخصائص بشكل مباشر على طول وبشكل سريع عشان تعرف توصل لها، بدل ما كان في الاول ان انت لازم تنزل سنه لتحت عشان تظهر لك الخصائص دي. كمان لو دوسنا ضغطه مطوله على الشاشه الرئيسيه ودوسنا ايديت ودوسنا كوستمايز او تخصيص، كان المفروض يعني الدارك مود ده يبقى باللون الاسود. مش عارف كان بتظهر وبتختفي، بس هي يعني الاضافه الجديده برضو ان اما بتفعل الايقونات بالدارك مود او بالوضع الليلي بتلاقيه هنا باللون الاسود بدل الايقونه بالشكل الازرق. دي تقريبا غلطه وهتتصلح مع التحديثات اللي جايه. كمان الابل ميوزك لو دخلنا على تطبيقات ابل نفسها والشريط العائم، دلوقتي الشريط العائم زي ما انت شايف كده ما بقاش بالشكل الزجاجي قوي، بقى بالشكل الشفاف الضبابي سيكا ومدي في نفس الوقت الشكل الزجاجي او اللمعه الزجاجيه. خلينا نشوف كده، لو نزلنا لتحت هتحس ان الزجاج موجود او اللمعه الزجاجيه موجوده والتاثير الزجاجي بس بسيط جدا. لو فعلنا دارك مود كده وشفنا اللمعه الزجاجيه زي ما انت شايف كده، اللمعه الزجاجيه في الدارك مود ظاهره اكتر بس بقت افضل من الاول. ليه؟ عشان يقدر يعرض لك النصوص اللي موجوده جوه الشرايط دي او الشريط العايم ده عشان تقدر تقراها بكل وضوح، بدل ما هو بيعكس لك الخلفيه اللي ورا فبيأثر او بينغبش على الخطوط او الكلمات اللي موجوده في القوائم دي. فمن ناحيه الشريط العام فعاد تصميمه واللمعه الزجاجيه خفت حدتها شويه، ودي بعض الاضافات اللي موجوده في التحديث ده. نيجي بقى للاداء. بالنسبه لي انا لسه مستخدم التحديث ده ولسه يعني ما خدتش كفايتي ان انا احكم على الاداء بشكل عام ولا البطاريه ولا الكلام ده كله، بس خلينا اديكم لمحه سريعه كده. بالنسبه للاداء، لو انت على النسخه التجريبيه الاولى او الثانيه حدث الثالثه، النسخه التجريبيه الثالثه مستقره اكتر بصراحه، والاداء والسلاسه فيها افضل من الاول. مش هقول لك ان هو افضل حاجه ومش احسن حاجه، بس احسن من اللي انت عليه. لو انت على نسخه رسميه اوعى تحدث التحديث طبعا زي 18.5، اوعى تحدث. ولو انت على نسخه تجريبيه زي 18.6 ما تنقلش 26 برضو، لان برضو الاداء بتاعه مش افضل حاجه. ممكن اقدر احكم على التحديث وادائه اكتر بعد يوم يكون المعالجات في الخلفيه خلصت عشان اقدر ادي الاداء المناسب او الحكم المناسب للتحديث ده. فبالنسبه لي دلوقتي الاداء كويس، التقطيع اقل شويه، بس بالنسبه للكنترول سنتر زي ما انت شايف كده النوتيفيكيشن قصدي، هتلاقي ان لسه في تقطيع، مفيش سلاسه خالص. تلاقي الدروب فريم جامد بيحصل وانت بتعمل سكرول او بتسحب. مشكله بقى اما جيت اقيس الاداء في برنامج جيك بانش طلع لي كارثه يا جماعه. انا لسه قايس الاداء دلوقتي اخر اداء النهارده اهو بعد ما حدثت التحديث بنص ساعه، لقيته بيقول لي 2014، ودي كارثه. 800 نقطه مره واحده نزلوا. 2014 ده و6000 ونص دول ده يعني مقياس معالجات ايفون 12 مش ايفون 15 برو ماكس. يعني دي كارثه. انا كده اكني في اداء معالج ايفون 12. ف بصراحة مش هقدر احكم، يعني اكيد ده مش الحكم الاكيد للتحديث بس عشان انا لسه محدثه. بس بصراحة
يعني القرايه دي قرايه صادمه بالنسبه لي، لان مره واحده يعني ينزل لي كده 800 نقطه مره واحده. كان في الاول ممكن ينزل لك 100 نقطه 200 نقطه، انما 800 نقطه مره واحده. ده معالج الايفون 12 هو ده اداؤه، بالك ايفون 15 برو ماكس ازاي يبقى نفس اداء معالج ايفون 12 برو ماكس او ايفون 12 نفسه. لو نزلنا تحت كده هتلاقي عندك ال 2030 ايفون 12، ايفون 12 ميني، ايفون 12 برو. المفروض 15 برو ماكس يكون 2880. فانتوا فاهمين الفكره؟ هي دي اللي بتكلم فيها، ان القرايه يعني بصراحه حتى لو تحديث تجريبي بس مش للدرجات دي، ان البروسيسور مش شغال بقى على كفاءه. بس اكيد هنستنى يوم 2 ونشوف القرايه هتبقى عامله ازاي واداء الجهاز هيكون عامل ازاي. طبعا ما اقدرش احكم على الاداء، بس هو كاولي رغم القرايه دي الاداء سلس وافضل من الاول شويه. بالنسبه لاداء البطاريه فبصراحه ما اقدرش احكم على اداء البطاريه دلوقتي، لان محتاج من يوم الاثنين عشان اقدر احكم على اداء البطاريه. بالذات المعالجات في الخلفيه تكون انتهت واداء الجهاز يكون افضل بكتير. بالنسبه للسخونيه بصراحه مش مقابل سخونيه، الجهاز يعني مستقر شويه، مفيش سخونيه او يعني الجهاز ما بيسخنش معايا جامد قوي حتى بعد التحديث. يعني سخن شويه بس رجع يهدي. بس بصراحه بعد الاستخدام يعني استخدمت شويه لقيت التليفون طبيعي ما فيهوش اي مشكله. في حد كان بيسال لي على ايقونه الاسيستيف تاتش، زي ما انتم شايفين كده هي كانت بتبقى بالمنظر ده على طول، ما بترجعش للوضع الشفاف ده. حلوا المشكله دي في النسخه التجريبيه الثالثه. كمان كان في مشكله في الدوك، لما تيجي تسحب تطبيق زي كده مثلا وتسيبه كان الايقونات بتفضل على الطرف ما بتبقاش في النص زي ما انت شايف كده. عالجوا برضو المشكله دي في النسخه التجريبيه الثالثه. بالنسبه لميعاد النسخه التجريبيه الرابعه من اي او اس 26 قدامنا اسبوعين، يعني يوم الاثنين اللي جاي لا اللي بعده. بالنسبه لاي او اس 18.6 النسخه التجريبيه الثالثه ممكن نشوفها الاسبوع الجاي اللي هو يوم الاثنين الجاي، ولو ما نزلتش ممكن نشوف نسخه الار سي يوم الثلاث اللي جاي. بالنسبه حدث التحديث ده ولا لا، بص هو في كل الحالات ما تحدثش التحديث ده لو انت على اصدار اقل من 26. خليك زي ما انت، يعني لو على 18.5 18.6 نفسه التجريبي هو مستقر اكتر من 26 نفسه، فخليك زي ما انت. لو انت على اصدار تجريبي من اي او اس 26 ايا كان الاصدار 1 2 حدث ل3 لانه افضل بكتير. لو انت عايز تجرب التحديث فبلاش تجربه على جهازك الاساسي لانه بيكون فيه مشاكل زي ما انا قلت لك ومش هتستمتع باستخدام الجهاز. اهم حاجه تكون واخد نسخه احتياطيه على الكمبيوتر عشان لا قدر الله لو حصل اي حاجه حبيت ترجع مثلا ولا حاجه تكون واخد نسخه احتياطيه قبل ما تحدث التحديث ده عشان تقدر ترجع تاني ل 18.5. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. قول لي تحت في الكومنتات لو في مميزات جديده انا ما خدتش بالي منها. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.